عليكم. طبعا يعني هو انا قلت اشارككم كده، كان حلمت حلم زي ما واضح انا لابسه نضاره الشمس بالليل على كوبري اكتوبر، فالدنيا جميله يعني. فالواحد بيحلم وهو ماشي وهو نايم، مفيش مشاكل، وهو صاحي عادي الحمد لله، خير خير. المهم ان انا حلمت كده خير اللهم اجعله خير، ان انا سافرت بريطانيا، وان انا كنت يعني سهرانه كده في كافيه، يعني اللي هو هم بيقولوا عليه باب يعني، بس كافيه، لان انا كنت بشرب عصير عادي، ما كانش فيه حاجه يعني معينه. وبعدين قابلت الامير هاري ده اللي هو التاني ده، الامور الصغنن، تمام. وبعدين اعجب بيا وبتاع، وغالبا الموضوع اتطور وكده هوت، وقرر ان هو يتقدم لي. يعني كان في مشاكل لانه ابويا ما كانش راضي هنا هوت، لانه هيبقى في سفر وكده، وان انا هعيش بقى في بريطانيا غالبا يعني. فهو هاري حاول ان هو يتكلم مع جدته اللي هي الملكه اليزابيث، وعزمت ابويا بقى عندهم هناك في باكنجهام بالاس. وانا قلت له الصراحه يا هاري انا مش هينفع، لازم تجيب كده يبقى بابا ونناه اللي هي جدتي يعني. فهم جم هم الاثنين في بريطانيا، تمام. والملكه اليزابيث قعدت تقنعهم وكده، وبعدين انا وهاري اتجوزنا، وجبنا مصطفى وجبنا هشام. وبعدين بعد كده انا دخلت بقى الجامعه اللي هي الكبيره اللي عندهم، غالبا كامبريدج او حاجه. وبعدين غالبا مش عارفه بقى هل ويليام وكيت ايه اللي حصل لهم، بس لان انا انتهى الحلم على ان انا بقيت ملكه بريطانيا. فمش عارفه هل الكلام ده ينفع ولا ده ليجل ولا ده كان انا ما كنتش متغطيه ولا ايه، لان انا برضو في اخر الحلم انا لقيت انه في الفرح بتاعي بتاع هاري كان اللي بيعزف على الجيتار كان الفنان عمر خورشيد الله يرحمه. فمش عارفه يعني، انا طبعا اتخضيت لانه عمر خورشيد مات، فازاي يطلع في الحلم؟ ما اتخضيتش طبعا طول الحلم ان انا بتجوز هاري والملكه اليزابيث جايبه نناه وبابا والكلام خالص. انا اللي فاجئني انه الاستاذ عمر خورشيد هو اللي الله يرحمه هو اللي كان بيعزف يعني. فكان بالنسبه لي امر غريب جدا. فقلت يعني مش عارف يعني، مش عارفه هل بقى انا بدات اتجنن ولا ايه اللي حصل، ولا انا كنت مثلا، لان انا كنت بتفرج على مجلات فيها هاري بقالي فتره، مش عارفه بقى هل كرف عليا وان انا عشان بحبه يعني ولا ايه. بس احنا اتجوزنا في الاخر وجبنا مصطفى، واعتقد جبنا بنت، بس مش فاكره، اعتقد البنت سميناها ايمان او حاجه يعني، مش فاكره يعني. فالحمد لله.